تم توقيف أحد المشتبه فيهم بعد فراره ومطاردته وسط الأحراش والأشجار. إصابة سرقة سيارة تعين تادلس مستغانم تتكون من 3 أشخاص وامرأة في غبلة الدرك الوطني. إطار محاربة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة ما يمس بالأمن والسكينة العمومية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تادلس في عملية نوعية واحترافية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، وذلك بعد تلقي الفرقة المكالمة هاتفية من طرف أعوان محافظة الغابات، مفادها وجود 4 أشخاص من بينهم امرأة يقومون بالاعتداء على شخص باستعمال أسلحة بيضاء لغرض سرقة مركبته بإحدى غابات بلدية عين تادلس. على الفور تم تشكيل دورية والتدخل السريع بعين المكان، وبعد تكثيف الأبحاث وتمشيط الأماكن تم توقيف أحد المشتبه فيهم بعد فراره ومطاردته وسط الأحراش والأشجار، كما تم وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر كامل المحاور مؤدية من وإلى بلدية تادلس، التي أسفرت على توقيف المشتبه فيها الثانية التي استدرجت الضحية وهي تحاول الفرار عبر إحدى حافلات النقل العمومي للمسافرين، فيما تم تكثيف الأبحاث للإطاحة بالمشتبه فيهم الآخرين. مكنت العملية من توقيف شخصين مشتبه فيهما واسترجاع مركبة ومبلغ مالي قدره 22,000 دينار جزائري، مع حجز مركبة استعملت في الجريمة، 4 خناجر، صاعق كهربائي، شريط بلاستيكي لاصق، قفازات طبية، 15 رباط بلاستيكي، جواز سفر، 4 هواتف نقالة. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس تم إنجاز ملف قضائي في حق الموقوفين من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالتعدد أكثر من شخصين واستحضار مركبة باستعمال العنف، الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة وفي كل وقت، مع الوضع تحت التصرف الرقم الأحضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz. الرجاء الاشتراك بالقناة للتوصل بكل جديد الساحة الجزائرية والعربية من أخبار وحصريات.